ذات مرة سأل نبي الله موسى عليه السلام ربه عز وجل قائلا: يا رب، من سيكون جاري في الجنة؟ فجاءه الجواب من الله تعالى: في مدينة كذا يوجد بائع لحم وهو سيكون جارك. تعجب موسى عليه السلام من ذلك وقال في نفسه: كيف يمكن لقصاب بسيط أن يكون جار نبي في الجنة؟ فخرج يبحث عنه، وعندما وصل إلى هناك رأى قصابا يبيع اللحم في دكانه بكل هدوء واطمئنان، فجلس موسى عليه السلام عنده. وعندما انتهى عمل اليوم أخذ القصاب قطعة من اللحم ولفها في قماش، ثم توجه إلى بيته، فتبعه موسى عليه السلام بصمت. طلب موسى الإذن بالدخول إلى البيت، فرحب به القصاب وأدخله بكل سرور. وعند وصولهما إلى البيت بدأ